صباح الخير. صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. دلوقتي يعني حديث المدينة وحديث الساحة دوشة وإزعاج من اللاعب وسام أبو علي اللي عايز يمشي يا جماعة الأهلي ما يمسكش فيه ومش عايزين دوشة، عايز يمشي أصلا واللي باعك بيعه، ويعني ما تفكرش إن أنت ده مش هيجي أحسن منك. لا، احنا معانا المخيف محمد شريف هيعمل أحسن من اللي أنت بتعمله مليون مرة. معانا جراديشار المحترم اللاعب اللي هو محترف بالفعل. انت عايز تروح امريكا، عايز تروح لعيلتك، كنت تفضل في امريكا من الاول ما تجيش تلعب شويه كده، شويه تجيب اجوان وشويه ما تجيبش ومش عارف ايه. لكن انت بقى استغليت الفرصه ان انت جبت بقى الناس خدموا عليك في ماتش بورتو ولعبوا لك فرص ذهبيه، وانت استغليت الفرص وجبت اهداف. دلوقتي عمال تتنطط وتقول انا عايز وعايز وعايز. لا، احنا ما بنمسكش في حد. الاهلي كبير، الاهلي فيه نجومه، وتوكل على الله، روح شوف سكتك فين وافتحوا له الطريق يا رجاله، سكه وطريق. الاهلي هيفتح سكه وطريق سريع، عايزين طريق سريع يمشي فيه وسام ابو علي عشان دوشه ووجع دماغنا على الفاضي. يعني خلاص، يعني انت عايز ترحل تمشي خلاص، مش هتقف عليك. معانا احنا المخيف محمد شريف وجراديشار، وهتلاقي حد بقى كباكا ده لو لعب، وكباكا ده هيظبط الدنيا كلها لو لعب. يعني الاهلي هيوافق خلاص ان هو كولومبوس كرون امريكي ان هو عايز يشتري وسام ابو علي، وممكن الفلوس توصل 7.5 أو 8.5 مليون دولار. مفيش مشكلة، ويوافقوا ان هو الازعاج والدوشة اللي عاملها ويسو ولا انه يروح. طبعا انا صفقة بقول لك عرض الامريكي 7.5 مليون دولار، ويرتفع بالإضافة لأنه 1.5 مليون دولار مكافآت و15% سبب إعادة بيع مستقبل. طبعا كشف آدم وطني الوسيط في عرض كولومبوس كرو الأمريكي لوسام أبو علي عن وجود تطورات إيجابية من مفاوضات. لا، إحنا يا جماعة خلاص، إحنا الأهلي اللي مش عايز وسام خلاص. الأهلي كبير ومش عايزين وسام، إحنا مش عايزينه. لازم الأهلي يقف بكل رجالته. صباح الفل يا سلطان. كل رجالة الأهلي من أول عم حارس لغاية كابتن بيبو يقولوا كلهم مش عايزين وسام، يرحل بقى يمشي. هيجيبوا بقى 7.5 ومليون، يعني يوصلوا 10 مليون دولار 9 مليون دولار. المهم يغوروا الدوشة دي نخلص منها، عامل إزعاج على الفاضي. يعني فاحنا وانت كنت جاي تعمل وتتعاقد ومبسوط، وكل شويه تبوس التيشيرت. يعني محدش عادي يبوس التيشيرت بقى يا جماعه، عشان قرفنا من الحركات الهايفه دي. تمام. وانت ما كنتش تستاهل تلبس التيشيرت الاهلي اللي هو عمل لك قيمه ورفعك. انت قبل تيشيرت الاهلي لا لعبت في كاس العالم للانديه ولا حد عارفك، كنت بتلعب في السويد، والسويد يعني فريق اكيد مغمور. فبلاش نجوميه الاهلي تخليك تتكبر على الاهلي، لان الاهلي محدش بيتكبر عليه. الاهلي فوق الجميع جويسه. تمام. هو خد 26، هو عنده 26 عام، لعب 60 مباراة، سجل 38 هدف، صنع 10.
الاهلي بقى خلاه يكسب هداف الدوري 23 24. طبعا مش كان بيلعب لوحده، الناس كلها بتخدم عليه. طبعا الهاتريك اللي عمل له قيمه بقى في كاس العالم للانديه، الرفعه الخطيره من محمد هاني، رفعه بتقول لاي حد من المهاجمين، اي حد من المهاجمين كان هيحطها، لو جت على دماغ جراديشار كان هيحطها. تمام. والانفرادات اللي جت يعني اي حد يحطها في الجون. فبلاش تتنمرض على الاهلي، لان ما حدش بيقف قدام الاهلي، لان الاهلي زي القطر كده، ايه يا خلاص يروح في داهيه يا سلطان بقى، مش عايزين وش بقى، احنا مش ورانا اللي هو خلاص يعني وسام. واللي اي حد يتنطط على الاهلي، الاهلي هو اللي بيصنع النجوم. هو قبل ما يجي الاهلي ما كانش حد بيسمع عنه، حتى ما كانش بيلعب مع منتخب فلسطين، يعني ما كانش له الحقيقه انه يلعب مع منتخب فلسطين. الاهلي اللي عمل له قيمه، والاهلي اللي خلاه يلعب مع منتخب فلسطين، الاهلي اللي عمل له جواز سفر وخلاه يعرف يظهر قدام الناس ويلعب. لكن الاصيل والاصل هو اللي بيفضل يا رجاله، الاصل ماشي هو اللي بيفضل. شخص زي ده انت ما تبقاش عليه ان هو باعك في اول خط، باعك عشان الفلوس، مع انه ماضي معاك عقد لغايه 29. باعك خلاص، اللي باعك بيعه، زي المثل اللي كلنا عارفينه. هو اللي خسران، وخسروا خسارته اكبر من الاهلي هيعوضوا. ومع المخيف المرعب محمد شريف، وجراديشار ده برقبته ماشي بمراحل. تمام يا شباب. الاصيل بقى المحترم الو ديانج ده لعيب، تمام، بقول لك ملتزم جدا جدا ومحترم. وكلام سعد سمير عنه ايام ما كان قاعد معاه في الغرفه، يقول لك كان بصحيح يصلي الفجر. راجل محترم، راجل متربي، راجل اخلاق، راجل ايه، راح لعب في السعوديه وظهر انه لعيب محترف. يقول له العب بيلعب، ريح بيريح، ينزل بصنع الفارق، بيصنع الفارق في اي مكان، في اي مركز بيلعبه. الراجل صمت ماشي، وراجل مؤدب ومحترم ومحترف بالفعل. الو ديانج ده لعيب يضرب بالمثل في الاخلاق والاحترام والذوق. تعالى قارن بين اللي عمله وسام واللي عمله ديانج. تمام. طبعا في عرض من الحزم السعودي ان هم يشتروا ديانج، لكن الاهلي رافض، لان ديانج طبعا كان معار من النادي الاهلي واسطوره. الاهلي يعتذر للحزم، ديانج ليس للبيع. ارسل النادي الاهلي خطابا الى نادي الحزم يؤكد ان اللاعب ديانج ليس معروضا للبيع ولا نيه للتفريط فيه، جاء ذلك ردا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فتره انتقالاته الحاليه. طبعا ديانج كان معار لنادي الخلود السعودي الموسم الماضي قبل ان يعود للاهلي ويلعب معاهم ماتش بورتو في كاس العالم للانديه. لعب في ايه بعد ما اتصاب ولا بعد ما خد انذار مروان، وحتى ما خلوهوش يبدا الماتش ونزله طبعا في اخر الشوط الاولاني او في اول الشوط الثاني. تمام. كمان احنا ايه بنقول ان الاهلي كان معاه امير توفيق، مسؤول عن شركة كرة القدم. الأهلي يعلن رحيل أمير توفيق عن شركة كرة القدم. أعلنت شركة كرة القدم بالنادي الأهلي قبول اعتذار أمير توفيق عن عدم الاستمرار في منصبه، وتولى أمير توفيق منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي خلال الفترة الماضية. والأهلي وافقت شركة النادي الأهلي اعتذار الذي قدم به أمير توفيق المدير التنفيذي للشركة عن عدم الاستمرار في مهمته، ذلك نظرا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد. والراجل اعتذر، فما فيش مشكلة، بالسلامة يا أمير. طبعا كمان كان في دكتور زميل وأخ عزيز، دكتور محمد وفائي، ماسك اخصائي العلاج الطبيعي للنادي الاهلي لكرة القدم، برضو كان من يوم ولا يومين بلغ اعتذاره للنادي الاهلي ان هو هيكمل معاهم. طبعا الاهلي بقول لك في لقطة كده، محمد ربيعة كان رقص مرة وسام ابو علي، ومعلق بقى ايه من ضمن الهوجة كده، بقول لك انا رقصت وسام ابو علي قال لي وهو جنبي انت لعيب كبير. طبعا محمد ربيعه لعيب كبير، وهو بيتقال له ربيعه ان هو بيقرب نفسه او بيشهر نفسه
برامي ربيعة، هم مش اخوات ولا حاجة، بس بقول لك مثل الأعلى محمد عبد المنعم وسيرجيو راموس. طبعا يا شباب، الأهلي بقى في تونس بيتدرب على فترتين بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو. قامت مران الفريق على فترتين في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق خلال معسكر تونس. تواجد الأهلي في تونس حاليا لخوض معسكر الإعداد للموسم خلال فترة من 18 إلى 26 يوليو. الفترة المران الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طابرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم. منتظر أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال معسكر تونس. وعقد ريبيرو محاضرة فنية مع اللاعب لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب. من ثاني أيام تواجد الأهلي في مدينة طابرقة التونسية، تخلف عن السفر عن كل بين إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، ووسام وعلي الذي اقترب من الرحيل أو للعقاب. الله، كل سنة وأنتم طيبين. صلى على الحبيب قلبك يطيب.